السلام عليكم. تكيسات المبايض هي مشكلة كبيرة جدا بتواجه الستات، نادرا اصلا لما بقى دلوقتي واحدة ما عندهاش تكيسات مبايض. اول حاجة لازم نعرف ايه جذر مشكلة تكيسات المبايض. جذر مشكلة تكيسات المبايض هي مقاومة الانسولين. حضرتك تخنتي وسبتي ده خالص وطنشتي ومحيط اسفل البطن زاد، تمام، بدأ يحصل معاكي مشاكل كتير. الاول انا حابب اوضحها لكم بطريقة سهلة. اول حاجة هي الدورة الشهرية عند حضرتك بتنقسم 30 يوم، تمام. فنوضح اول 15 يوم وتاني 15 يوم. اول 15 يوم بيجي هرمون من المخ اسمه اف اس اتش، ومش هنخش فيه علشان ما نتوهكوش. يقول للمبيض يا مبيض جهز لي البويضه علشان نعمل بيبي، تمام. في ال 15 يوم التانيين يطلع برضه هرمون من المخ للمبيض، يقول له فرقع لي البويضه دي علشان تقابل الحيوانات المنويه ونعمل بيبي، تمام. في تكيسات المبايض بتحصل مشكله كبيره، ان الهرمون اللي بيطلع ال 15 يوم الاولانيين اللي هو بيبني البويضه بيفرز، انما الهرمون اللي بيقول للبويضه فرقعت ما بيفرزش. فهمتم؟ فال 15 يوم الاولانيين يجي الاشاره من المخ للمبيض، يقول له يا مبيض جهز لي البويضه، يجهزها لي في الكيس بتاعتها، تمام. لكن الهرمون اللي بيفرقع البويضه دي ما بيجيش، تمام. يحصل نفس القصه الشهر اللي بعده، تيجي اشاره من المخ للمبيض يا مبيض جهز لي البويضه، فهتبقى يعمل لي برضه دي وما بيتفرقعش. كل شهر كده كده كده، وهذا نتج عن اسمها تكيسات المبيض، لانها عامله زي الاكياس موجوده. فبينتج عن ده ايه؟ عدم انتظام الظرف الشهري. طب يا دكتور ايه دلالات او علامات ان انا عندي تكيسات في المبايض؟ اول حاجه حضرتك بيبقى عندك عدم انتظام في الظرف الشهري، تتاخر كتير جدا. تاني حاجه بتلاقي الشعر بتاع حضرتك بدأ يخف من منطقة الشعر هنا، وبدأ يظهر في مناطق في جسمك مختلفة، في جسمك، في ايدك، في بطنك، في دقنك، في شنبك، بدأ يظهر شعر. غير ان كمان صوتك بيبتدي يبقى خشن شوية. عشان تعرفي خطورة اهمال تكيسات المبايض، انت حضرتك لو اهملت ده فانت حضرتك عندك مقاومة انسولين، فانت عرضة للاصابة بمرض السكري 4 اضعاف الشخص الطبيعي. حضرتك عندك درجة من العقم لان في تكيسات على المبايض، عدم انتظام ظرف شهري. عندك اضطرابات مزاجيه غير طبيعيه واكتئاب لان حضرتك عندك اضطرابات هرمونات. طب يا دكتور انا عايز اعالج تكيسات المبايض. العلاج عندنا بينقسم لثلاث اجزاء. اول حاجه ان انا حضرتك لازم ابتدي الاول اهد مقاومه الانسولين، هو ده الجذر. لو انا هديت مقاومه الانسولين كل الفروع ده هتقع، تمام. مقاومه الانسولين لازم دايت مع دكتور فاهم، لان كل حاله تكيسات مبيض مختلفه عن الثانيه. يعني انت لو اختك الاثنين عندكم ما ينفعش نفس الدايت، ليه يا فندم؟ لان حضرتك ممكن يبقى عندك تكيسات مبيض مع مشكله كمان. لكن النظام المتبع مع تكيسات المبيض هو الصيام المتقطع لمده شهرين بدون فري، مع تقليل مستمر للنشويات والسكريات لدرجة المنع لمدة شهرين، وصدقيني الدورة هتنتظم بعد كده. تاني شق من العلاج هو انك حضرتك لازم تروحي لطبيبة نساء، لان حضرتك الدورة بتاعتك لازم تنتظم، فلازم تديكي اللي هي الحبوب علشان تبدأ تنظم لك ظرف الشهر تاني عشان الاكياس دي تفرقع، تمام. فتبتدي الدورة تنتظم تاني. الشق الثالث هو مشتق من الشق الاول اللي احنا قلناه، ان احنا لما عالجنا مقاومه الانسولين، هرمون التستوستيرون اللي هو كان السبب في ظهور الشعر وظهور الصوت المختلف هيبتدي ينظم لك ده تاني، والتستوستيرون ينزل تاني. فحضرتك لازم تبداي نظام غذائي حالا وما تكسليش. في نوع تاني من تكيسات المبايض وهو اللي بيجي مع الناس رفيعين، عشان كده احنا قلنا بيجي مع ستات كتيره جدا حتى رفيعين. دلالات ايه مع الناس رفيعين؟ هي برضو عدم انتظام الظرف الشهري، مع كمان ألم شديد ونزيف شديد مع الدورة الشهرية بتاعتك، تمام. برضو ظهور حبوب في الوش، وبرضو نفس قصة الشعر، تمام. ففي الحالة دي برضو لازم تتابع مع دكتور تغذية لأنها لازم تزيد. تخيلوا معايا يا جماعة إن قلة الوزن أو زيادة الوزن لازم تتابع مع دكتور تغذية، لأن نسبة الدهون مهمة للجسم. يعني جسمك لازم يبقى متوازن في نسبة الدهون بتاعته، زيادتها غلط وقلتها غلط. بس كده.